هذا هو الصحابي الجليل خالد بن الوليد، ووالده هو الوليد بن المغيرة. كان خالد بن الوليد من أشجع وأقوى فرسان العرب في الجاهلية وبعد الإسلام أيضا، ويقال أنه الرجل الوحيد الذي استطاع أن يسقط عمر بن الخطاب في الأرض بعد مبارزة بينهما في الجاهلية، لأن أباه الوليد بن المغيرة رباه ودربه منذ صغره ليكون فارسا ومقاتلا شجاعا. كانت معظم حياة خالد بن الوليد في الصحراء والبراري، يتدرب بقساوة ويصطاد حتى أتقن المبارزة بالسيف والرمي بالقوس والرمح، ويتقن السباحة وركوب الخيل أيضا. أسلم خالد بن الوليد في السنة 8 للهجرة، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعلم جيدا شجاعة خالد بن الوليد وذكاؤه وصلابته في المعارك. خاض خالد بن الوليد عدة معارك وغزوات مع المسلمين، أشهرها معركة حنين، وقاتل فيها ببسالة، ويقال أنه أصيب في تلك المعركة ب50 جرحا وعدة طعنات ولم يمت، وواصل القتال حتى انتصر جيش المسلمين. تم فتح الشام والعراق على يدي خالد بن الوليد بسبب ذكائه وقدرته العالية على التخطيط ونصب الكمائن أثناء المعارك. وتوفي خالد بن الوليد وهو في 60 من عمره أو أكثر بقليل، وبقي زعيما وقائدا مغوارا في تاريخ المسلمين، لدرجة أن عمر بن الخطاب بكى عليه عند وفاته وقال: لقد ذهب الشجعان، لقد ذهب الشجعان، ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق وخالد بن الوليد. وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه سيف الله المسلول، نظرا لبراعته في استعمال السيف.